ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو كنتوا بتسألوا نفسكم ازاي احمي ولادي من الامراض النفسية وازاي اكون مصدر امان وحب ليهم، السر مش في النصح الكتير ولا في العقاب ولا في الدروس الكتير. السر في العلاقة. النهارده جايبه لكم برنامج يومي واسبوعي بسيط جدا، وهتتفاجئوا قد ايه الخطوات الصغيره دي بتفرق. خلينا نبتدي على طول. اول حاجه، خليكي قدوه ليهم. ابنك بيقلدك اكتر ما بيسمعك. لما يشوفك بتتحكمي في اعصابك وبتساعدي غيرك او بتحترمي الناس، هو كمان بيتعلم من غير ما تقولي حاجه. تاني حاجه، شاركيه العالم بتاعه. لو بيحب يرسم العبوا بالرسم مع بعض، لو بيحب العربيات اتفرجي معاه على فيديوهات عنهم، ادخلي جوه العالم بتاعه، وده بيحسسه انك مش بس ماما لكن كمان الصاحبه بتاعته اللي بتحبه وبتحب اللي هو كمان بيحبه. احكي له عنك. لما تحكي لطفلك عن طفولتك او حاجه حصلت لك في يومك او موقف ضايقك واتعلمتي منه حاجه، ده بيقربه منك جدا وبيخليه يحس ان هو مش لوحده في المشاعر دي. رابع حاجه، احتفلي بانجازاته مهما كانت صغيره. افرحي لما يلبس لوحده او ياكل من غير ما يوقع، او حتى لما يقول انا خلصت. هو فخور بنفسه، فده بيعزز عنده ان هو محبوب في كل حال. خامس حاجه، فجيب حاجات بسيطه، ورقه صغيره في هدومه مكتوب فيها انا فخوره بيه، او بالونه في الاوضه من غير مناسبه، او لعبته المفضله محطوطه على السرير. المفاجآت بتبين حب وامان جوه قلبه. سادس حاجه، اساليه رايه في كل حاجه بسيطه، زي تفتكر تلبس التيشيرت ده ولا ده؟ نطبخ ايه النهارده؟ عندي كذا وكذا. تحب نحط المفارش دي هنا ولا الناحيه التانية؟ ده بيعزز عنده احساس بالاهميه والانتماء. علميه يقول لا بس باحترام. لما تحترمي رفضه لحاجه زي مثلا هات حضن فيقول لك انا مش عايز، او لبس معين يقول لك انا مش عايز البسه، انت كده بتحترمي كيانه وبتخليه يثق فيكي اكتر وبيقرب لك اكتر. تامن حاجه، اعملي طقوس خاصه بيكم انتوا، زي انكم تقروا قصه في مكان معين كل يوم، او ليكوا كلمه سريه بينكم وبين بعض، او اسم دلع مميز انت الوحيده اللي بتقوليه له، او تقولوا حكايه قبل النوم دايما بنفس الطريقه. الطقوس دي بتدي الطفل احساس بالحب والاستقرار. تاسع حاجه، اقبليه وقت غلطه. لما يغلط وتردي عليه بحضن او بهدوء، مش معناه ان انت كده بتسيبي الغلط يعدي، لكن انت بتوصلي له انه محبوب رغم الغلط ده، وده بيثبت حبك جواه من غير شروط. عاشر حاجه، صلوا مع بعض. وقت الصلاة مع بعض حتى لو دقيقة هي من أكتر الحاجات اللي بتربط بين القلوب وبعضيها، لأنها اللحظة اللي بيكون فيها صفا وسكون وبتتقاسموا فيها الروح مع بعضيكم. 11، اسمعيه من قلبك. كل يوم خصصي له من دقيقة ل3 دقايق تسمعيه بمنتهى الأهمية من غير ما تقطعيه ولا تديله نصايح. اسمعيه وبس، خليه يحس ان صوته مسموع وقلبه مطمن. 12، عبري عن حبك بكلمات واضحة، من 5 ل6 مرات في اليوم، او حتى ان شاء الله 10. قولي له انك بتحبيه وانك فخورة بيه وان وجوده في حياتك نعمة. الكلمة بتدخل جوه قلبه وبتعيش معاه لسنين. 13، امدحي سلوكه الايجابي، حتى لو مجرد ابتسامة او ان رتب لعبه او انه ساعدك بحاجة بسيطة. كرري المدح 5 مرات في اليوم على الاقل علشان تعززي جواه احساسه بقيمته. اللي بعد كده، امدحي شكله، الابتسامة، شعره، نظرته، مشيته. التفاصيل دي بتبني جواه ثقة بنفسه غير عادية وإحساس بالقبول والحب غير مشروط. بعديها خصصي لمسة حب يومية، لمسة على راسه تعلميه الرحمة، وإيدك على راسه وقت العياط تخليه يهدى، بوس على راسه وتديله فخر، تمسكي إيده وتقوي الرابطة اللي بينكم وبين بعض. اللمسات دي مش مجرد حنان، دي لغة حب بتتكلم من غير كلام. وبرضه اديله 4 أحضان في اليوم حتى لو كانوا بسرعة. الحضن بيطمن وبيربط وبيغذي قلبه بالأمان. احضني حتى لو انت مشغولة او حتى وسط الزحمة، واديله 20 دقيقة كل يوم كأنكم صحاب فقط. اتكلموا في اي حاجة بقى هو بيحبها، لعب، كرتون، احلامه، خليه يحس انك صاحبته مش بس امه. واديله 3 دقايق قبل النوم وثبتي فيهم قيم، زي احكي له عن حاجه عملها النهارده وفرحتك بيه، ان شفتك بتساعد اختك وفرحت جدا، انك التزمت باللي احنا قلناه مع بعض ده فرح قلبي جدا منك، كنت فخوره بيك النهارده لما عملت كذا. ده بيخلي النوم دافي والقلب مطمن. 19، مرتين في اليوم اخرجوا سوا حتى لو 5 دقايق، اتمشوا، تركبوا العربيه مع بعض، تلعبوا رياضه مثلا خفيفه، خروجه صغيره، تجيبوا ايس كريم سوا، بس لازم يكون في وقت خاص بيكم بتاعكم انتوا بس لوحدكم بره البيت. اتعشوا مره بره، مش شرط نروح مطعم، احنا ممكن مثلا نمشي مع بعض، نجيب بطاطس حتى لو من البيت بس نمشي ناكل مع بعض، نعمل سندوتشات، لو في جنينه جنبينا نروح ناكلها سوا. ولما تخرجوا مع بعض اهم حاجه يكون في وقت للاكل، وقت للكلام، وقت القلب هو. واهم حاجه، قول لابنك او بنتك شكرا انك موجود في حياتي. افتكر دايما لما بتبني علاقه مع ابنك او بنتك دي مش بس بتحميه من الم نفسي، وتحميه من العند والعنف والمراهقه الصعبه حتى الانحراف. ابدا النهارده وهتشوف النتيجه بعينك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه بتنزل جديد. ولو في موضوع حابين نتكلم فيه بتفاصيل اكتر هستنى الكومنت بتاعكم تحت الفيديو. وشكرا ان انتوا كملتوا الفيديو لغايه الاخر. باي باي.